الناس الكل تعرفوا اللي الشيبسي اللي يتباع في المتاجر معبي بالملح ومعبي وفيه الزيوت المهدرجة، يعني مضر بالصحة، سواء كان على المدى البعيد ولا على المدى القصير، وخاصة الأطفال، فهمت؟ ولذلك اللي فكرت باش نعمل لكم شيبس في الدار صحي، ولكن مش بالبطاطا، يعني باش كل مرة نقدم لكم حاجة بالفواضل المنزلية. اليوم فضل لي روز، عملت رز أصل فضل لي منه روز، قلت علاش ليه نردو شي كسناك، يعني أكلة خفيفة للعشوية، حاجة هكا. حطيته في الروبو باش نرحيه. ضفت له، باش نضيف له لهنا خاطر هو ناقص ملح، باش نزيدو شويه بين ملح مش برشا، باش نضيف له زيادة شويه فلفل كحل. التتبيله ترجع لكم، تحبوا تزيدوا اللي تحبوا، فلفل زينه يعني، فلفل احمر كما تحبوا. انا باش نضيف الزعتر خاطر الزعتر اللي نحبهم. باش نضيف الماء، بما انا قلت باش نرحيه باش نضيف الماء، وكذلك زيت الزيتون. وباش نحط نرحيه هنا. بعد الترحالي باش ناخذ اقراص، يعني باش نقيس بالمغرفه ونحطهم على البلاطو اللي باش يمشي للكوشه. هني بسطتهم شويه، بما ان قلنا باش نعملوا شيبس يعني رقائق، بسطتهم شويه وباش نحطهم في الكوشه لمده هكيك 15 دقيقه 180 درجه. وتوا باش نوريكم الريزلتا، الرقائق نتاع الروس اللي عملتهم. مسكابه ذوقها.